يبدو أن العالم على موعد مع نهاية سعيدة مع اقتراب 2020 العصيبة من نهايتها. فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية يزفان للعالم فعالية لقاح أنتجاه ضد فيروس كورونا المستجد، فعالية بنسبة تزيد عن 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة. الحكاية والتباشير بدأت من معمل ألماني صغير اسمه بيونتك. كان بيحتاج هذا المعمل للتعاون مع شركة كبيرة بعد ما ظهرت نتائج إيجابية في طريق علاج كورونا، فكانت فايزر. والآن العالم على مشارف اللقاح، والذي اختبر على أكثر من 43,500 شخص في 6 بلدان. النتائج كانت مذهلة وبلا أي تحفظات صحية، سيبك من العقار الروسي. سيتم تقديم طلب طارئ للترخيص استخدام اللقاح بنهاية الشهر الجاري، فيما وصف يوم تقديم الطلب بأنه يوم عظيم للبشرية. هذا ما يتحدث به العالم وبتهني به البشرية اليوم بعضها البعض من المحيط إلى المحيط. لكن عن ماذا يسكت العالم؟ يسكت عن هوية من يقف وراء هذا الابتكار. بيونتك الألمانية يملكها عالمان مسلمان من أصل تركي. أغور شاهين 55 سنة وزوجته أزلام توريجي 53 سنة. أسس الشركة سنة 2008 بدعم مالي من بيل جيتس، دفع لهم 55 مليون دولار. ليه بيل جيتس دعمهم بالمبلغ الكبير ده؟ لأن شاهين وزوجته كانوا عندهم مؤسسة اسمها غاليماد فارماسيوتيك، أسسوها سنة 2001. تلك المؤسسة قطعت شوطا طويلا في اكتشاف علاجات للسرطان، ونتيجة جدية الأبحاث وفعالية العلاجات بيعت المؤسسة لشركة يابانية في 2016 ب1.5 مليار دولار. كان العالمان المسلمان تركي الأصل يعملان على علاجات السرطان، فظهر الوباء فقرروا يركزوا جهودهم وأبحاثهم عليه مؤقتا، فاكتشفوا المصل اللي خلاهم النهاردة من أغنى 100 شخص في ألمانيا. قيمة شركتهم السوقية كانت 4.5 مليار دولار. الجمعة من 4 أيام ارتفعت لأكثر من 21 مليار دولار، ولسه هتتضاعف أكثر مع اقتراب نزول العقار للأسواق في مارس 2021 كما هو متوقع. 50 مليون جرعة هتكون جاهزة في نهاية هذا العام، ومليار و300 مليون جرعة في نهاية عام 2021. في تحدي كبير قدام العالم. تلك الجرعات يجب الاحتفاظ بها تحت درجة حرارة تعادل 80 درجة تحت الصفر. لكن ها هم من يصنفون على أنهم إرهابيون وأنهم على أوروبا والعالم. ها هم يقدمون لأوروبا وأمريكا والبشرية جمعاء كما قدم أسلافهم الرازي وابن سينا والخوارزمي. ها هم يقدمون إكسير الحياة. ها هم يجعلهم ربي مصدر إلهام وخير وشفاء للملايين من أبناء البشرية. أغور شاهين المسلم ابن هاتاي التركية ذو الأصول المتواضعة هو وزوجته يرسمان البسمة أخيرا على شفاء سكان كوكب الأرض في خواتيم ذلك العام العصيب. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah غالب. Ocak-Şubat ayında Avrupa'ya ve Amerika'ya aşılarımızı dağıtmaya başlayabiliriz. 6. aya kadar en azından 200-300 milyon doz aşı dozu dağıtmak istiyoruz. Ama the type of vaccine that we are developing is called messenger RNA vaccine. Messenger RNA vaccines are using genetic information of the virus. It's a piece of information which can't induce an infection.